وراح تسألني سؤال أستاذ شلون أقرأ الإسقاطات. طبعا حتى تقرأ الإسقاطات لازم تردد الجمل ويا نفسك، هذا الحل الوحيد. مو تجي تكتب لي ورقة وقلم، لأن أنت ما مطلوب منك إملاء. فالحل الوحيد أنه تقرأ الجمل ترددهم ويا نفسك. هنا أنت ما محتاج درس فيديو أصوره لك حتى تشوف الجملة، لأن هي الجملة موجودة قبالك، تحتاج فقط اللفظ، تسمع اللفظ حتى تردد الجملة ويا نفسك. وإذا ما تردد الجملة ويا نفسك ما راح تقدر تسيطر على الإسقاطات. طبعا اكو طلاب تسأل سؤال: أستاذ إذا ألقى مفتاح بالجملة، كلمة، دليل، مفتاح، دلالات. طلابنا شوية بس ركز وياي. الكلام شكل والفعل شكل. الكلام شكل والفعل شكل آخر. أنا أقدر زين أحكي وياك حكي وأجمل لك الأمور وإلى آخره، وأنت تحب واحد يجمل لك الأمور، ما تحب واحد يحكي لك الحقيقة. خلنا نفترض بعض الإخوان يمشي على سالفة مفاتيح بالجمل. زين أنا بس أريد أفتهم شغلة مهمة. لنفترض الوحدة الأولى عليها 70 جملة، 60 جملة إسقاطات، لنفترض 50 جملة، والوحدة الثانية 40 جملة، والوحدة الثالثة يعني راح تحفظ لك 300 كلمة، 250 كلمة، 200 كلمة مفاتيح حتى على أساسهم تختار الاختيار الصحيح. زين هو ذا طالب مستوى ضعيف على مستوى الترجمة، هيش راح يقدر يحفظ له 200 كلمة دليل بالجملة حتى يعرف يختار الاختيار الصحيح؟ هاي ما أعرف الطريقة عند بعض الإخوان يمشيها على الطلاب، لأن هو الطالب يحب واحد هيك يسويها حتى تمشي الأمور عنده، يحب واحد يجمل له الأمور وما ينطي الأمور مثل ما هي. فحجي بالنسبة إلك مال تجيني عود والله أستاذ انطيني مفتاح كلمة مفتاحية بالجملة حتى أعرف الاختيار الصحيح، ماكو هيك حجي. أنت هيك عندك قدرة تحفظ لك 200 كلمة مفتاح، ما شاء الله عليك، يعني أنت بطل. لا تحتاج مدرس ولا تحتاج هاي شنو، ولا تحتاج تقرأ مراجعة مركزة ولا آخره. وينك هيك؟ الحل الوحيد اللي عندي بالحضوري هذه عدناها 7000 مرة الإسقاطات. أما بالإلكتروني الحل الوحيد ترددها وين نفسك، الجملة ترددها وين نفسك، عدا ذلك ما تقدر تسيطر على الإسقاطات. أعرف إيش راح تقول لي، راح تقول لي أستاذ أنا بالقراءة ضعيف. يا حجي اقرأ حتى لو تغلط باللفظ، يعني أنا ما أريدك تحكي لي like native speakers مثل المتحدثين الأصليين للغة، بس ما تقدر تجي بس تباوع عليهم نظر وخلاص، ولا تجي تكتب ورقة وقلم. يعني معقولة أنت تجي تحفظ لي كل هاي الجمل ورقة وقلم؟ ما ترهم. فالحل الوحيد ترددهم، اعتبرها أغنية. بالأغنية أنت ما شاء الله عليك يعني تحفظ الأغنية بشكل مو طبيعي، حتى لو الأغنية عبارة عن 800 كلمة. لكن من تجي للإسقاطات وغيرها تستصعب الأمور، بس هي مو صعبة، لأنه أنت لو ترددهم ويا نفسك الأمور تصير سهلة.